من سنة 2003 لحد هذا اليوم أنا الحشاك من أهالي مدينة الصدر ورجل معلم، وقسما بالله من صارت المظاهرات اليوم أنا إذا واصل المدرسة حشاك إلا أنا متربي بهالخيزة. بس هي شغلة درة غيرة ودرة شرف من سنة، إذا يسمحون لي، من سنة 2003 لحد هذا اليوم. قل لي شنو اللي قدمته المرجعية، وسواء كان معمم حامل تاج رسول الله على راسه من 2003 لحد هذا اليوم. اسمح لي استاذ العلي، والله انت مثابة والدي ما ازعل عليك. قتل، نهب، سلب، اعطيني معمم مرجع بلط له شارع، انطيني مرجع معمم فاهم دين يصعد عن منبر عمر هيك وابو بكر هيك، وهم عمر وابو بكر اشرف من عندهم بالحسين الشهيد. ما وصل العراق الى هذه الحاله غير احنا نتبع مرجعيه لا عراقيه، مرجعيه لا عربيه. شنو اللي سووه؟ شنو اللي قدمتوا؟ انتم شنو قدمتوا؟ حزب الدعوه قتل العالم كله، وسبب خراب هذا العراق هو حزب الدعوه المنحل، وان شاء الله ينحل. والله واسال الله بجاه محمد، وانا والدتي ووالدي توفوا وصار لهم ما يقارب بالسنه بحادث، اسال الله بجاه محمد وال محمد كل قطره دم شهيد سقطت من سبايكر ومن هاي المتظاهرات اسال الله تصير بقلبهم وتصير بقلب امهاتهم. وصدقني لو بقى حزب الدعوة الساقط السافل يحكم هذا البلد، لا العراق اكتب عليه السلام. عم اليوم احنا العراق نريد واحد يحكمه يباوع للعراق فقط، هو علم العراق، سني شيعي مسيحي صابئي يزيدي كان من يكون، كلنا تحت راية، كل احنا تحت راية لا اله الا الله، وتحت راية هو العلم العراق. ماكو كفاية اقسم بالله، لا السيستان انطى فتوى ولا نطقها ولا قال هاي فتوى. الفتوى اتت بيها قاسم سليماني واتى بها محمد رضا بن السليماني، العفو ابن السيستاني. هدفها شنو الفتوى استاذ العزيز؟ هدفها قتل وتهجير الكفاءات والقضاء على الشاب بالعراق، وما خصوصا اخواننا السنه بالغربيه، قتلهم وتهجيرهم من مناطقهم. وروح شوف خطيه صار بالغربيه بيها الخير وبيها الشريف وبيها هم امهاتنا.